تعرضت حافلة الترجي الرياضي التونسي في المغرب إلى الاعتداء من قبل مجهولين في المغرب ليلة السبت 28 أكتوبر 2023 قبل مواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي اليوم الأحد 29 أكتوبر بمركب محمد الخامس بداية من الساعة 7. وبينما لم تكشف هوية المعتدين إلا أن شهود عيان من الجماهير التونسية في المغرب صرحوا بأن ملثمين مسلحين بالحجارة والأسلحة البيضاء اعترضوا طريق الحافلة ليلا واعتدوا عليها بكسر زجاجها، بينما كان على متنها عدد من مسأولي الفريق لمشجعين. وقال أحد شهود عيان في مقطع فيديو إن ملثمين صعدوا على متن الحافلة وأشهروا سيوفا في وجوههم وحاولوا الاعتداء عليهم، حتى أن بعضهم تعرض لإصابات. وأضاف: لقد نجونا من الموت. وتوجه المتحدث إلى جماهير الترجي الرياضي التونسي من أجل تفادي الخروج إلى الشارع إلا حين توفير الأمن.